السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا واحد الموضوع اللي البطل ديالو هو واحد الكلب مغربي حن عليه الله وخرج للخارج وعايش عيشة زوينة، يعني كاين الطب وكاين التعليم والعيش الكريم. على أي نطرقوا لهذا الموضوع اللي ولا قصة كتداول في عدة صفحات، لكن كل واحد كيفاش كياخدها. غير هي حاجة وحدة اللي كنتمناها تكون في هاد الناس اللي في المواقع، هو أنهم يحطوا النقاط على الحروف ويسميو الأشياء بمسمياتها، باش يبقى لكل ذي حق حقه. باش كلب يحن عليه الله ونبقاو تابعينه، خصو يرجع. هذا ملك ديال البلاد، هذا تراث. لا مشى لواحد المكان صافي خليوه. راكم عارفين جميع الضجة اللي نايضة هاد الأيام على هاد الكلب اللي تبناتو واحد السائحة بريطانية من بعد ما شفقات عليه هي والزوج ديالها. هاد الكلب خلاني نحط بزاف ديال علامات الاستفهام. القصة جميلة، فيها واحد الوفاء غير عادي، وفيها عمل إنساني يستحق ثناء من هاد الزوجين. ولكن هاد القصة كشفت لنا بزاف ديال العيوب فينا وفي أولوياتنا. الدرس الأول هو الاهتمام الزائد والادعاء الكاذب من واحد العدد كبير ديال شي أشخاص سامحهم الله اللي كيظهروا أو كيطلعوا علينا واحد الإطلالة في الفيسبوك اللي كلها مضرة ودل وشوهة. شكون اللي ما لاحظش السرعة ديال الظهور ديالهم؟ مدعين الملكية ديال هاد الكلب، وناس خارجة كتقول هاد النوع نادر جدا. يلا ولا نادر، راه كاينين غيره. طلع الكلاب على الأقل بعد هاد الكلب إلا مشى لهاد الدول غادي يعرف بالبلاد، ومنين هاد الكلب غادي يقولوا من المغرب، غادي نوليو معروفين. غير هو الفرق اللي كاين، هاد الكلب مشى موسخ. كنتمنى ديك الصور الاولى ديالو ما تبقاش تدور في اوروبا، نشوفوا غير الصور جديده اللي دارت ليها السائحه. هاد الناس اللي خارجين تيقولوا هاد النوع ديال الكلاب راه ما كاينش وعاد ولا كيسوى الثمن، هو الكلب ضيع غير في الصحراء. خاصنا نفكروا مزيان، عاد نزيدوا القدام نتكلموا بحال هاد المواضيع. فين كنتو نهار كان هاد الكلب كيقطع 80 كيلومتر حتى ل 100 كيلومتر ومصاب وجائع في صحراء زاكورة؟ كنتو كتشوفوه مجرد كلب عادي ضال ما عنده حتى قيمة، غير ولات عنده قصة بطولية وعاش حياة كريمة في أوروبا. عاد ولا ملك وطني، خاصنا نحاربوا عليه وخاصنا نجيبوه، خاصنا. هذا هو الدرس ديال الازدواجية في المعايير. كنحتفلوا بالنتيجة ولكن كنتجاهلوا المعاناة وكنتجاهلوا اللي قام بالواجب. هذا هو المشكل ديالنا حنايا. هنا ندخل النقطة الأهم والأكثر إلاما، لأن واحد العدد كبير منا كيقول رحمة الإنسان أولى من رحمة الحيوان، وهذا صحيح 100%. أن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان. إلا أن سؤالي لكم هو، واش حنا أصلا اهتمينا بالإنسان؟ الواقع كيشهد أن مدنا وشوارع فيها ناس من لحمنا ودمنا، مشردين، ناس كبار في السن، مهملون، أطفال متخلى عنهم كيعيشوا ظروف أسوأ بكثير. إلا كنا حنا مقصرين في توفير الكرامة الأساسية لأبناء جلدتنا، فكيفاش كنخرجوا نناقشوا بعاطفة جياسة مصير كلب؟ القصة ديال هاد الكلب كيف ما بغى يكون الحال خاصها تكون صيحة استيقاظ لنا جميعا، ماشي على نتنافسوا على من يربيه ولا من يجيبه ولا شكون داه
ولكن باش نتسائلوا علاش كنختاروا العاطفة السهلة، علاش كنسلطوا الضوء على قصة وحدة بعيدة كل بعد على المشاكل اللي كنعيشوها، وكنغضوا الطرف على آلاف القصص الإنسانية اللي كتعيش حدا باب دارنا. راكم كلكم كتشوفوا شنو كاين. علاش؟ ترتيب الرحمة صفة إنسانية عظيمة خاصها تكون فينا كاملين، أما الكلب يستاهل حياة أفضل. والزوجان البريطاني والبريطانية شكرا لهم على الإنسانية ديالهم، ولكن خاصنا نردوا البال وتكون الأولويات ديالنا الأولى تبقى هي الإنسان، كرامة المواطن والصحة ديالو والتعليم. أما الرحمة بالحيوان خاصها تكون نابعة من قلب سليم، وتكون تتوجه لجميع الحيوانات المشردة هنا في المغرب من خلال دعم الجمعيات اللي كتعمل بالجهد والضمير. خليو عليكم قصة هذا الكلب تكون درس لينا باش نحاربوا القسوة واللامبالاة اللي ولات فينا. نبداو العناية بالحمنا ودمنا أولا، ونعطيو لكل ذي حق حقه في العيش الكريم. أما باش نبداو نناقشوا التفاهات، أنا ما كنقصدش الكلب شي حاجة تافهة. الكلب حيوان خلق الله سبحانه وتعالى. كاينين ناس في بعض الأحاديث كيتكلموا على امرأة دخلت للنار بسبب قطة، رجل أو امرأة دخلت الجنة بسبب كلب، لأنه الإنسانية خصها تكون. ولكن اللي كيضحكني أنا في هذه القصة وهي كيخرج لك شي واحد في الفيسبوك تيقول لك هذا الكلب راه ديالي. علاش؟ باش تشهر، باش تعرف، باش تاخذ واحد النقرات ديال الإعجاب. شنو الهدف؟ شنو استفدنا حنا كاع؟ شنو غنستافدو من هادشي؟ مزيان ديك السيدة دات داك الكلب كديرو في الفيسبوك، ربما يكون خير لهاد الناس باش يفيقوا شوية ويحافظوا على كل ما هو مغربي. لكن باش نخليو الشيء الأهم نتكلموا على شي حاجة اللي صالحاش، هو الفهم يفهم. تحياتي.